متتبعي قناة قانون بودكاست، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تنشكركم على التشجيع ديالكم وكذلك التفاعل ديالكم وكل الرسائل اللي تتوصل بها منكم. هادشي اللي تيخليني نكمل في المسار ديالي وكذلك في المحتوى اللي تندير. داكشي علاش ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم وتشجيعكم. وبلا ما نطول عليكم، اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع مهم جدا. كيف ديما تيسولوني عليه بزاف ديال الناس، خاصة الناس اللي باغية تحل محل تجاري ولكن ما عارفينش منين يبداو، بالخصوص ملي تيسمعوا باللي خاصهم بزاف ديال الرخص والوثائق والمساطير وكيحسوا براسهم تالفين. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم خطوة بخطوة كيفاش تحصل على رخصة محل تجاري في المغرب، وشنو هي الوثائق اللي خاصك وفين تمشي وشحال ممكن تاخذ من الوقت باش تخرج لك الرخصة، مع نصائح مهمة باش تجنب الأخطاء اللي وقعوا فيها بزاف ديال الناس. إلا كنتي باغي تبدا مشروعك الخاص على أساس قانوني وتفادى أي مشكل في المستقبل، خليك معايا حتى للأخير، لأن كل معلومة هنا غادي تعاونك بزاف. أولا، أول حاجة خاصك تحدد نوع النشاط التجاري، وهذه أهم خطوة قبل ما تفكر في الرخص والوثائق. علاش؟ لأن كل نشاط عنده الشروط ديالو الخاصة. حيتاش كاينة أنشطة بسيطة كتحتاج غير تصريح، وكاين أنشطة كتتطلب تراخيص إضافية بحال المقاهي مثلا والمطاعم وأي نشاط مرتبط بالمواد الغذائية. لهذا قبل ما تمشي لأي إدارة خاصك تكون محدد بالضبط شنو بغيتي دير، باش ما تضيعش الوقت والجهد وباش تمشي مباشرة، باش تمشي مسطرة بشكل صحيح مباشرة. ثانيا، يجب اختيار المحل مطابق للشروط. من بعد ما تحدد نوع النشاط التجاري ديالك، كتجي هاد المرحلة باعتبارها مرحلة مهمة بزاف، وهي اختيار محل يكون مطابق للشروط القانونية. ماشي أي محل نلقاوه ونكريوه، حيت خاص يكون موجود في منطقة مسموح فيها بالنشاط التجاري وما يكونش مخالف للتصميم العمراني. بزاف ديال الناس كيوقعوا في خطأ أنهم يكريو محل قبل ما يتأكدوا واش قابل للترخيص ومن بعد كيتفاجئوا بالرفض. لهذا نصيحتي لكم، قبل توقيع عقد الكراء سول في الجماعة والمقاطعة وتأكد أن المحل يمكن أن يحصل على رخصة فتح محل تجاري باش ما تضيعش فلوسك كذلك مجهودك. من بعد ما دير هاد الخطوات السابقة، دابا غادي نجيو لأهم حاجة، وهي الوثائق اللي خاصك تجمع باش تاخد هاد الرخصة. واحد، طلب خطي، وهي رسالة بسيطة كتوجهها للجماعة أو المقاطعة باسم الرئيس، كتشرح فيها شنو بغيتي دير، فين كاين المحل ونوع النشاط التجاري اللي ناوي تفتح. خاص الطلب ديالك يكون واضح ومختصر ويتضمن الاسم الكامل ديالك، رقم البطاقة التعريف الوطنية، عنوان المحل، وتوقيعك. هاد الوثيقة مهمة لأنها هي أول حاجة كتشوفها الإدارة، ومن خلالها كتحدد واش الطلب ديالك غادي يمشي في المسطرة الصحيحة ولا لا. جوج، نسخة من البطاقة الوطنية. ثالثا، عقد كراء أو ملكية المحل. إذا كان المحل مكري، خاص العقد الكراء يكون قانوني ومصدق عليه، ويذكر فيه بوضوح عنوان المحل وطبيعة الاستعمال التجاري. أما إذا كنتي مالك المحل فكتدلي بشهادة الملكية أو رسم عقاري كيأكد أنك صاحب المحل وعندك الحق تستغله. الإدارة كتطلب هذه الوثيقة باش تأكد أن استغلال المحل قانوني وما فيه حتى نزاع، ولهذا خاص كل المعطيات تكون صحيحة ومطابقة للواقع. رابعا، تصميم المحل. هو مخطط كيبين المساحة الداخلية والمداخل والمخارج والمرافق وطريقة استغلال الفضاء حسب نوع النشاط. وهذا التصميم كيكون مهم خصوصا في الأنشطة اللي كتستقبل الزبناء وكتتعامل مع المواد الغذائية. واش وتيشوفوا في هذا التصميم واش كتحترم سلامة الزبناء والتهوية وتنظيم الفضاء. وهذا الوثيقة ماشي ضروري تكون معقدة، ولكن خاصو يكون واضح ومطابق للواقع. خامسا، شهادة السكنة أو موقع المحل. هاد الوثيقة تتبين العنوان الدقيق ديال المحل وكتأكد أنه موجود داخل النفوذ الترابي للجامعة اللي قدمتي فيها الطلب. وشهادة السكنة كتستخرج عادة من القيادة
أما شهادة موقع المحل فهي وثيقة كتحصل عليها من الجامعة. سادسا، نسخة من السجل التجاري إذا كان عندك، وهو وثيقة رسمية كتعطيك الحق تمارس النشاط التجاري بطريقة قانونية، وكتبين المعلومات مهمة بحال الاسم التجاري، نوع النشاط، والعنوان. باش تحصل على نسخة من هذه الوثيقة كتمشي للمحكمة التجارية أو المركز الجهوي للاستثمار حسب المدينة. بالنسبة لبعض الأنشطة التجارية اللي متعلقة بالأكل والغذاء بشكل عام، كاين شرط الحصول على شهادة صحية. هذه الشهادة كتبين أن المحل والعاملين فيه مستوفين لشروط النظافة والسلامة الصحية، ويمكن لك تاخدها من المكتب الصحي المحلي أو المصلحة الصحية التابعة للبلدية والعمالة اللي تابع لها المحل ديالك. وكذلك بالنسبة للمحلات المطاعم والمقاهي والمحلات المتعلقة بالمواد الغذائية، فيجب أن تتوفر على موافقة الوقاية المدنية. هذه الوثيقة تعتبر دائما من الشواهد الضرورية لفتح محل تجاري المتعلق بالأغذية، فراه من الضروري الحصول على موافقة من الوقاية المدنية، وكتأكد أن المحل مستوفي لشروط السلامة والحماية من الحرائق، مثل وجود مخارج طوارئ وطفايات الحريق ووسائل الإنذار. بالنسبة للأنشطة الصغيرة اللي ما فيهاش خطر كبير، هاد الوثيقة ماشي ضرورية، لكن انت حطها عندك، ما عرفتي الوقت اش تجيب. من بعد ما سالينا من جمع الأوراق، دابا نشوفوا شكون هي الإدارة اللي غادي تدفع عليها هذا الطلب، واللي هي بطبيعة الحال الجماعة أو المقاطعة تابع لها المحل. والمدة اللي كتستغرقها للحصول على رخصة كتختلف حسب نوع النشاط، لكن بشكل عام كتاخدها تقريبا بين أسبوعين حتى لشهر. وبهذا تنكون وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى نكون أفدتكم ولو قليلا. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو، وإذا كان عندكم أي تساؤل حطوه في التعليقات.